علاش الواحد فاش كيدخلوه الفلوس كيولي سقرام؟ هو في الحقيقه كاينين بزاف ديال الاسباب، ولكن الاسباب ما كتهمناش هاد الساعه. اللي كيهمنا انت اصلا علاش كتفكر بهذه الطريقه، علاش كتقول ان الواحد الا دخلوه الفلوس كيولي سقرام. هاد المساله ممكن انها تاذيك وانت ما عارفش. كيفاش غتقدر هاد المساله تاذيك؟ يمكن انها تاذيك حيت بالنسبه لك كتولي عندك قاعده. تقدر تشوف شخص واحد اللي دخلوه الفلوس ولا سقرام لاسباب لا تعنيك، ومع ذلك انت كتردها قاعده وكتقول انه اي واحد دخلوه الفلوس كيولي سقرام. هنايا بالتالي شنو كيتولد عندك؟ كيتولد عندك واحد النوع ديال الخوف انك تولي سقرام. فبالتالي وبلا ما تشعر وبلا ما تحس اللي ممكن يوقع جوج ديال الاحتمالات. يا اما ما يدخلوكش الفلوس من الاصل، علاش؟ خوفا من انك ما تكونش سقرام. الاحتمال الثاني وهو يدخلوك الفلوس، غدوز مده 5 سنين 10 سنين على حسب، وتقول ما عرفتش علاش فلوسي كتمشي، الفلوس كتدخل وكتخرج وما عرفتش علاش. فهنايا السبب انه هذا سبب من بين الاسباب، انه اصلا نتايا عندك معتقد او لا عندك واحد القاعده اللي ربيتيها في دماغك على ان الانسان اذا دخلوه الفلوس كيولي سقرام. فلا يهمنا علاش الواحد كيولي سقرام، واش فعلا سقرام وحنايا تنحكموا عليه. هذاك الشيء ماشي من الاختصاص ديالنا، وماشي حنايا اللي خاصنا نحكموا عليه، وانما اللي يرد الانسان البال انك ممكن تادي راسك بهاد الفكره. واش متفقين؟